Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Qala al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Qala rahimahullahu ta'ala babu bayani nuqsanil imani bil ma'asi wa nafyihi 'anil mutalabbisi bil ma'siyati 'ala iradati nafyi kamalih. وبه قال حدثني حرمة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن قال ابن شهاب فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ثم يقول كان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه بها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. Jadi ini adalah nafil kamal maknanya. Maknanya iman dia tu tidak sempurna ketika dia mencuri. Iman dia terlemah. وبه قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني واقتص الحديث بمثله يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف. قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة. وحدثني محمد بن مهران الرازي قال أخبرني عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف. وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا كذا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل هؤلاء بمثل حديث الزهري غير أن العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن وزاد ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم وإياكم. Apa Allah masalah Ighlal maknanya khianat kan, ghulul maknanya khianat, rasuah ke apa semua. Asalnya asal ghulul ni adalah kita apa orang panggil sembunyikan bahagian daripada harta rampasan perang, kemudian diluaskan, diluaskan jadi apa orang panggil lebih luas lah, jadi khianat lah mudahnya. Rasuah apa termasuk daripada ghulul. وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد. وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه قال لا يزني الزاني ثم ذكر بمثل حديث Syu'bah. Ini mujahadah tabwib Imam Nawawi. Nah, jadi kita tahu ala iradati nafi kamalih. Imam Nawawi dah tabwib menunjukkan bahawa nuqsanil iman bil ma'asi dan menafikan alil mutalabbisil ma'siyah ala iradati nafi kamalih. Nafil iman atas orang yang buat maksiat adalah nafi kamal, bukannya nafil iman. Kalau tidak kita akan jadi apa? Jadi Allahumma salli ala Muhammad, jadi Mu'tazilah kan. Kalau orang tu buat maksiat maka dia tu telah keluar daripada daerah iman. Adakah dia masuk pada daerah kufur? Tidak. Atau dia ni kepada manzilah bainal manzilatain? Tak. Ahlus sunnah kata tak, dia tu la yazni zani wa huwa mu'min, kita tafsil. Maknanya kepada mu'minun kamal ataupun apa hakiki. Boleh. Mukmin yang hakiki. Mukmin yang mana tu? Kalau dia mukmin hakiki, kalaulah dia tu kamilul iman, mukmin kamilul iman, dia tidak akan buat benda tu. Nah.
قال باب بيان خصال المنافق قال وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر غير أن في حديث سفيان وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني أبو سهيل النافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وبه قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من علامة المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وبه قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال آية المنافق ثلاث وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم. وبه قال حدثني أبو نصر التمار وعبد العالى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء ذكر فيه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. Jadi di sini ni adalah perangai munafik. Bukannya ni adalah munafik. Jadi kena ada bezalah. Ni adalah munafik, kita panggil munafik amali, nifaq amali. Amal dia tu seperti orang munafik. Dia bukan dia orang munafik. Sebab kalau kita tuduh kawan kita ni munafik, maka kita telah tuduh dia tu kafir, menyembunyikan kekufuran dan mengizharkan Islam. Jadi tak, kita kata ada perangai munafikin. Nah. Jadi di sini tak boleh. Sebab itulah Imam Muslim mentakibkan hadis ni dengan bab yang seterusnya, babu bayani hali imani man qala li akhihi al-muslim ya kafir. وبه لا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. Maknanya kalaulah saudara itu dia tak kafir, maka dia kembali kepada orang yang berkata. Wa haddatsana Yahya ibn Yahya at-Tamimi wa Yahya ibn Ayyub wa Qutaibah bin Sa'id wa Ali ibn Hujr jami'an an Ismail bin Ja'far qala Yahya ibn Yahya akhbarana Ismail bin Ja'far an Abdullah bin Dinar annahu sami'a Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyuma imri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaihi in kana kama qala. Kalaulah sebagaimana dia kata, maka tak apalah. Maka takdirlah fa amruhu zahir ataupun fa zahir. Ni kan dia buat jawab syarat katanya Ibn Malik dalam Alfiyah, wasyartu qad yughni an jawabin qad ulim. Wasyartu yughni an jawabin qad ulim. Syarat kadang-kadang dia yughni, maknanya terkaya, an jawabin, daripada jawab, qad ulim, yang telah diketahui. Nah, jadi di sini tak ada jawab syarat. In kana kama qal fa zahir. Maknanya tak apalah. Tak mengapa kalau betul dia tu kafir, tak apa, memang dia kafir. Tapi kalau tidak, wa illa, kalau tidak kafir, raja'at alaih, kembali balik kepada orang yang berkata tu. Wasyartu yughni an jawabin qad ulim wal aksu qad ya'ti inil ma'na fuhim. Wasyartu yughni an jawabin qad ulim wal aksu qad ya'ti inil ma'na fuhim. Babu bayani imani man raghiba an abihi wa huwa ya'lamu. Dia benci ke ayah dia. Raghibaan kan benci. Raghibaan maknanya benci. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر
أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو والله ليس كذلك إلا حار عليه. Jadi man raghiba an abih maknanya dia benci kepada ayah dia sampai dia menafikan nasab ayah dia, dia intisab kepada orang lain. Boleh? Tak boleh, haram. Boleh. Dalam keadaan dia tahu bahawa ni bukan ayah dia, dan dia yakin ni adalah ayah dia, ni ayah dia dan ni bukan ayah dia, tapi dia pun menisbahkan kepada orang lain kerana nasab, mulia nasab, kerana jawatan, kerana apa-apalah. Tak boleh, haram. Itu adalah perbuatan yang membuat kepada kekufuran. Seolah-olah tak redha kita dilahirkan daripada lelaki ni. Kita kena intisab kepada orang lain lah. Sebab nasab kita boleh kawal. Bila qala hadatsani Harun bin Sa'id al-Aili qala hadatsana ibn Wahb qala akhbarani Amr an Ja'far bin Rabi'ah an Iraq bin Malik annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la targhabu an abaikum faman raghiba an abihi fahuwa kufrun. Wa bila qala hadatsani Amr an-Naqid qala hadatsana Hushaym bin Bashir qala akhbarana Khalid an Abi Uthman qala lamma du'iya Ziyad laqitu Aba Bakrata فقلت له ما هذا الذي صنعتم إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكرة وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة كلاهما يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. باب بيان قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وبه قال حدثنا محمد بن بكار بن رجان وعون بن سلام قال حدثنا محمد بن طلحة وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن زبير عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد فقلت لأبي وائل أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. باب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبه قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبه قال حدثني يحيى حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن واكد. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan bangsa Arab lah. Bangsa Arab pada Hajatul Wada Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai, boleh kata 90% menyatukan orang Arab. Dan kita tahu kan orang Arab ada dua, Adnani ataupun Qahtani. Arab Adnan duduk di Hijaz, orang Arab Qahtan duduk di Yaman. Kebanyakan duduk di Yaman. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Hajatul Wada, boleh kata 90% dah berjaya dah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan umat orang Arab. Boleh, civil war di antara orang Arab telah selesai sampai kepada penyatuan anak-anak Mudar.
Anak Mudar. Sebab Mudar terbahagi pada dua, Mudar Qaisiyah dengan Mudar Khindifiyah. Nabi SAW daripada Khindifiyah, orang-orang yang duduk di Taif apa semua tu adalah Mudar Qaisiyah. Bani Thaqif. Sebab Thaqif ni adalah daripada Bakr Sa'd bin Bakr bin Allahumma salli ala Muhammad. Tak datang. Sa'd bin Bakr bin ana tak ingat apa 2-3. Cumanya Bani Khasfata, Bani Mansur bin Khasfata bin Qais Ailan bin Mudar. Jadi dia ni adalah keturunan Mudar. Mudar ada dua kabilah besar, kabilah Qaisiyah dengan kabilah Khindifiyah, maknanya Ilyas. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ilyas bin Mudar. Apabila perang Hunain dan perang Taif, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatukan bangsa Mudar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menyatukan dua kabilah besar daripada anak Nizar. Nizar ada 4 orang anak, dua kabilah besarnya adalah Rabi'ah dengan Mudar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sediakan tentera untuk serang, untuk perang dengan Rabi'ah. Untuk perang dengan Rabi'ah, perang dengan Musailimah Al-Kadzab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sempat wafat. Maka Abu Bakarlah ganti dengan melantik Sayyidina Usamah bin Zaid sebagai panglima perang, pergi berperang di Allahumma salli ala Muhammad, perang Allahumma salli ala Muhammad, Yamamah. Perang Yamamah. Habislah perang Yamamah, maka bersatunya anak Adnan. Bersatu dah anak-anak Adnan. Selesailah. Maknanya civil war di antara orang Arab selesai. Sebab tu pada zaman Umar tak ada dah. Kita tak perang sama Arab. Fokus kitanya adalah Farsi. Fokus kitanya adalah Rom. Fokus kitanya adalah orang luar-luar. Kita tak perang sama-sama kita. Mula dengan civil war dulu. Kemudian barulah kita perang yang tu. Sebab mula dengan kita dulu. Selesai urusan rumah kita tu, barulah kita boleh panggil orang luar. Babu itlaqi ismil kufri ala at-ta'ni fi an-nasab wa an-niyahati ala al-mayyit wa bihi qala hadatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala hadatsana Abu Muawiyah wa hadatsana Ibn Numair wal lafdhu lahu qala hadatsana Abi wa Muhammad ibn Ubaid kulluhum 'an al-A'mash 'an Abi Salih 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ithnatani fi an-nas ma huma bihim kufrun at-ta'nu fi an-nasab wa an-niyahatu 'ala al-mayyit. At-ta'nu fi an-nasab maknanya celur orang pada nasab apa semua. Seolah-olah dia tu tak ni dengan qada dan qadar. Sama juga wan niyahatu 'alal mayyit. Niyahah maknanya apa orang panggil? Meratapi atas si mati. Kenapakah kamu pergi, tak ada orang nak cara kepada anak-anak apa semua? Tak boleh. Itu haram. Allah Taala kayakan. Jangan risau. Babu tasmiyatil abdil abiqi kafira. وبه قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور قال والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني هنا بالبصرة. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. Soalan dia tu tak ni lah, sama juga dia tidak beriman dengan qada dengan qadar, bahawa Allah Taala takdir dia jadi hamba. Sampailah dia ada cara kan nak bebas. Antaranya bekerja, antaranya sabar, antaranya tuan dia buat hal, khalas dia dibebaskan. Jadi berat tu sampai kufur, sampai tidak diterima solat. باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر
bil kaukab wa amma man qala mutirna bin nawi kadza wa kadza fa kafirun bi mu'minun bil kaukab. Ini dengan sebab bitan ni kita ujar hari ni. Dengan sebab bitan ni. Bukan kita menisbahkan sebab tu kepada bintang apa semua, tak boleh. Wabila qala hadatsana, maknanya dia tu muathir. Mana boleh muathir. Nah. وبلا قال حدثنا حرملة بن يحيى وعمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي قال المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس قال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكواكب وبالكوكب. وبه قال حدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث وحدثني عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا وفي حديث المرادي بكوكب كذا وكذا. وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا قال فنزلت في هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله تعالى عنه من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامة النفاق. Ya Allah, kami sayang orang Ansar. Ya Allah, kami sayang Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار. وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارثي قال حدثنا شعبة عن عبد الله عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. حدثني زهير بن حرب قال حدثني معاذ بن معاذ حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. قال شعبة قلت لعدي سمعته من البراء قال إياي حدثا. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القارية عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وحدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال قال علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. Ini khalas nuhibbu aliyan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi janganlah kita jadi sampai Allahumma shalli ala Muhammad, jangan sampai jadi Syiah menuhankan Sayyidina Ali apa semua. Siapa kata Jibril silap lah apa semua, wahyu apa semua, tu silap tu, kufur tu. Dan jangan juga kita jadi lawan bagi Syiah, Nasibi. Boleh kita sebut Ali Syiah ni, kita sebut Madad Ali, tu paling tu kat Syiah ni. Boleh pergi ziarah Sayyidina Syiah kakak ni lah, tu kan anak Sayyidina Ali. Sebut Sittina Fatimah. Dia marah kita. Nak kata, apa Fatimah? Apa jasa Fatimah? Tak ada jasa dalam Islam. Ya walad. Ya walad. Tu adalah Sayyidah Ahlul Jannah. Sayyidatu Ahlul Jannah. Entah suka ke entah tak suka, dia adalah Sayyidatu Ahlul Jannah. Dia masuk dulu berbanding Sittina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha.
Dia tak nanti kau jasa kan ni? Boleh, syurga tak syurga ni tak nanti kau jasa ataupun tak jasa. Mungkin seseorang tu banyak amalan dia tapi last sekali dalam neraka. Boleh. Sebab tak ikhlas, tak sebab tak apa semua. Ya, akan semalam kan ada apa tentang Abi Bakar. Boleh. Ma sabaqakum Abu Bakrin bi kathrati salatin wala siyam. Tapi walakin ma waqara fi qalbihi tu. Adalah hati dia tu. Macam mana Siti Fatimah sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tak menahan hidup. Tak boleh. Tak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah beliau wafat 6 bulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Saya beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayang pada Allah, sayang kepada Rasul. Ala kulli hal. باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق. Ada juga kufur ni selain pada kufur pada Allah. Ada kufur nikmat, kufur haq. وبه قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث عن ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة. Banyak laknat, banyak kufur ashir, kufur kehidupan bersama suami. Tak pernah buat baik. Tak pernah buat baik. Kita buat baik apa gini. Pada satu hari mood dia tak molek, kita pun tak buat molek daripada dia. Khalas. Tak aja awak buat baik pada saya. Wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba li dhi lubbin min kunna. Qalat ya Rasulullah wa ma nuqsanul aqli wad din? Qala amma nuqsanul aqli fa shahadatu imra'ataini ta'dilu shahadata rajulin fa hadha nuqsanul aqli. Sebab tu khalas. Gana tak ingat. Hutang berapa? Gana dah berlaku. Tu tadi tak ingat. Tapi kesalahan kita tu insya-Allah tafsil. Wa tamkuthu al-layali ma tusalli wa tuftiru fi Ramadan fa hadha nuqsanud din. Wa hadathani hi Abu Tahir qala akhbarana Ibn Wahb an Bakr ibn Mudara an Ibn al-Hadi bi hadha al-isnad mithla. Wa hadathani al-Hasan ibn Ali al-Hulwani wa Abu Bakr ibn Ishaq qala hadathana Ibn Abi Maryam qala akhbarana Muhammad ibn Ja'far qala akhbarani Zaid ibn Aslam an Iyad ibn Abdullah an Abi Sa'id al-Khudri an an-Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Wa hadathana Yahya ibn Ayyub wa Qutaybah wa Ibn Hujr qalu hadathana Ismail wa huwa ibn Ja'far an Amr ibn Abi Amr an al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an an-Nabi sallallahu alaihi wa sallam bimithli ma'na hadith Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu an an-Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Babu bayani itlaq ismil kufri ala man taraka as-salata. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. وفي رواية أبي كريب يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أنه قال فعصيت فلي النار. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال سمعت جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وبه قال حدثنا أبو غسان اسماعيل قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Jadi ini adalah tarkus salah mustahilan, barulah jadi kufur. Adapun kalaulah dia tu Allahumma salli ala Muhammad, kalaulah dia tinggal tu kerana kaslan, maka khalas kena had. Had tarkis salah lah. Kena bunuh. Gitulah. Jadi dia tu kenapa di tu wabaina syirki wal kufri? Sebab diumpamakan dengan orang kafir dengan orang musyrik. Jadi orang kafir dan orang musyrik ni dibunuh. Jadi dua-dua. Mustahilan dibunuh kufran. Kalaulah kaslan dibunuh tapi haddan. Beza kutila haddan dengan kutila kufran ni adalah kalau kutila haddan maka dimandikan, dikafankan, disolatkan dan ditanam di perkuburan orang muslim. Jadi orang yang tinggal solat kaslan malas maka disuruh istitab solo solat. Ditangguhkan dulu, dia tak solat, khalas kita pun bunuhlah. Tapi bunuh tu secara had, bukan secara kufran.
باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد وحدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله قال ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله ثم ماذا قال حج مبرور. وفي رواية محمد بن جعفر قال إيمان بالله ورسوله. Sebab inilah Abu Bakar yang paling tinggi. Yang paling afdal, dia buat amalan paling afdal, beriman sungguh-sungguh dengan Allah dengan Rasul. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال حدثني أبو الربيع حمزاني قال حدثنا حمد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة حدثنا خلف بن هشام واللفظ له قال حدثنا حمد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح الليثي عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قال قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قال قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. خلاص, ini amalan yang paling baik boleh tidur. Paling kurang kalau kita tidur, kita tidak kacau orang. Wabihi qala حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق. Jadi membezakan Imam Muslim membezakan di antara akhbarana dengan haddathana. Akhbarana maknanya dia dapat mungkin secara ijazah tapi dia tak dengar. Tapi kalau haddathana maknanya dia dengar. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن عن أبي مراحوه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه غير أنه قال فتعين الصانع أو تصنع لأخرق. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها قال قلت ثم أي. Salat liwaqtiha maknanya salat dalam waktu. Bukan pada awal waktu. Ziyadah as-salatu li awwal waqtiha, kalau tak silap Ibnu Daqiqil Aid mentadhaifkan ziyadah li awwali tu. Dan as-salatu li waqtiha maknanya solat pada waktu. Besar pahala. Qala qultu thumma ay qala birrul walidaini qala qultu thumma ay qala al-jihadu fi sabilillah fama taraktu astaziduhu illa ir'aan alai. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, tapi kita tidak menafikanlah kesunnahan kita solat pada awal waktu. Tapi kita nak bagi tahu as-salatu li waqtiha maksudnya adalah solat pada waktu. وبه قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا أبو يعفور عن الوليد بن عيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة قال الصلاة على مواقيتها قلت وماذا يا نبي الله قال بر الوالدين قلت وماذا يا نبي الله قال الجهاد في سبيل الله. Nak bagi tahu maknanya ada bezalah di antara solat yang mana kita adaan dengan qadaan. Walaupun ada apa orang panggil ada keuzuran. Kita tertidur nak buat macam mana? Subuh waktu duha. Nak buat macam mana? Tak berdosa. Tapi solat kita tu sama ke? Solat subuh kita pada waktu duha dengan waktu solat subuh waktu fajar tak sama. وبه قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الوليد بن عيزار أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله وزاد وأشار إلى دار عبد الله وما سماه لنا. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير
عن الحسن بن عبيد الله عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل الأعمال أو العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين. قال باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق قال أخبرنا جرير وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت له إن ذلك لعظيم قال قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال قلت ثم أي قال ثم أن تزاني حليلة جارك. Jadi tak boleh syirik. Yang keduanya adalah kita bunuh anak kita, kita takut dia makan bersama kita. Maknanya dia kembali kepada apa dia? Tak yakin kepada rezeki. Tak iman qada dengan qadar tu dia tak kemas. Lepas tu satu lagi dia berzina dengan isteri jiran dia. Teruklah. Makin dekat makin teruk. Makin dekat dengan seseorang kita zina tu, maknanya hubungan tu makin teruk. Yang paling teruknya adalah kita berzina dengan anak ataupun ibulah. Seseorang tu dia berzina dengan anak dia ataupun dengan ibu dia. Kalau kita perasan dalam ayat Quran Allah Taala sebut 2 kali. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. 2 saja, fahishah dan sa'a sabil. Tapi pada berkahwin dengan bekas isteri ayah, maka kalau kita kahwin dengan bekas isteri ayah tak sah. Sebab ni pernah dikahwini oleh isteri oleh ayah. Maka tak boleh. Ni seumpama dengan mak kita. Maka Allah Taala berfirman apa? Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. 3 wasaf Allah Taala letak pada berkahwin dengan bekas isteri ayah. Lepas tu kalau anak kalau orang panggil kalau ibu lagi-lagi teruk. Jadi ada perkara yang mana kalau satu amalan tu dia jadi besar, pahala tu jadi besar dan dosa tu jadi besar dengan sebab masa, dengan sebab tempat, dengan sebab ahwal, dengan sebab orang tu. Zina tu dengan sebab orang tu jadi makin besar dosa. Begitu juga dengan buat baik. Entah buat baik kepada kawan entah boleh pahala ke tak? Boleh pahala. Tapi kalau entah buat baik kepada ibu bapa entah, pahala dia lebih besar. Kalau kita buat baik dengan adik-beradik kita lagi besar. Tu merujuk kepada orang. Begitu juga kalau sebaliknya, kalau kita buat jahat kepada orang lain, ya jahat. Tapi kalau kita buat jahat kepada ibu bapa, lagi besar dosa dia. Okey, yang keseluruhannya ahwal berbeza. Entah telah Allahumma salli alaihi wasallam tak kahwin lagi, lepas tu entah berzina. Okey, hal entah begitu, Allahumma salli alaihi wasallam, seseorang tu dia tak kahwin lagi, ghalban. Jadi hak dianya adalah 100 kali sebatan saja. Tapi kalaulah hal entah tu sudah berkahwin, boleh muhsan dah, tapi entah zina juga, entah ni teruk, maka kena rejam. Boleh. Hal seseorang itu membezakan. Begitu juga kalau dengan buat baik. Boleh. Kalau buat baik, kalau seseorang tu uzab dengan seseorang tu berkahwin apabila dia buat baik, beza ke tak pahala? Beza. Boleh. Hal seseorang tu ketika fakir dia sedekah, dengan ketika dia senang dia sedekah, mana pahala dia besar lagi? Hal ketika dia fakir, dia tak ada duit tapi dia sedekah juga. Okey. Yang seterusnya zaman. Ni zaman Ramadan. Maknanya kebaikan kita buat pada bulan Ramadan dengan kebaikan luar Ramadan. Kebaikan pada bulan Ramadan lebih besar. Begitu juga dengan keburukan. Tempat. Biasalah kalau kita buat baik di sini dengan buat baik di Mekah, berbeza. Buat jahat di sini dengan buat jahat di Mekah, berbeza. Okey, ala kulli hal. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ni besar. Antuzaniya halilata jarik ni besar. Bunuh anak kamu sendiri. Kerana apa dia? Kerana takut tak cukup makan. Teruklah.
وبلا قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال عثمان قال حدثنا جرير عن الأعمش عن ابن وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما باب بيان الكبائر وأكبرها وبه قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير بن محمد الناقد قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد الجريري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. Kalau kita bahasa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Taala qaid dua-dua. Boleh beriman kepada Allah dengan buat baik kepada ibu bapa. Di sini juga akbarul kabair pun sama, syirik dan derhaka kepada ibu bapa. أو قول الزور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. وبه قال حدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر قال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قال وقول الزور أو قال شهادة الزور قال شعبة وأكبر ظني أنه شهادة الزور. وبه قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وبه قال حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن الهادي عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. Mengata kepada ibu bapa sendiri. Qalu ya Rasulullah hal yashtumur rajul walidayh? Adakah orang tu mengata kepada ibu bapa dia? Qala na'am. Yasubbur abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Penyebab. Nah, dia kata ke mak kau hijau. Mak kau hitam. Nah, dia yang mula mak kau sekian, mak kau sekian, mak kau. Jadi dia pun kata, nah, dengan sebab dia lah ibu bapa dia tu pun kena cela. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله باب تحريم الكبر وبيانه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد قال ابن المثنى حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن القمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق, kibr ni adalah kita tahu dah kebenaran tapi kita tak nak juga. Lepas tu kita pijak pula manusia menyatakan kebenaran. Wabihi qala bukannya kibr, bukannya kita bermegah tu dengan kita memakai pakaian baik, pakai selipar okey, bukan. Nah, yang tu al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Dah kalau kita salah. Nah, tak payahlah pusing-pusing. Tak payahlah kita Allahumma salli ala Muhammad memalingkan fakta piu pak up status fasa al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Hari ni pagi tadi.
وبه قال حدثنا منجاب بن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر قال منجاب أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. وبه قال حدثنا محمد بن بشار tadi maknanya kepada dukhul faiz apa la yadkhulun nar maknanya dukhulan mukhallada. Kalau tidak masuk juga. Dia beriman tapi dia buat dosa, masuk juga neraka. Tapi tidak masuk selama-lamanya. Dukhul mukhalladin. Tapi di sini sama juga wala yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi habbatu khardalin min kibriya. Maknanya kalaulah maknanya dukhulul faizin. Tak masuk syurga. Dukhulul faizin. Dia masuk syurga tapi last. Macam orang Islam yang mana ada kibr. Adakah dia masuk syurga? Dia masuk. Tapi selepas disucikan. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Ya, kalau orang kafir khalas memang dia tak akan masuk. Tapi kalau orang Islam maknanya tidak masuk dukhul al-faizin. Dia tak masuk pada awal-awal lagi. Dia masuk neraka dulu. Ada stesen. Babu man mata la yushriku billahi syai'a dakhala al-jannah wa man mata musyrikan dakhala an-nar. Wa bihi qala haddathana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddathana abi wa waqi'un 'anil a'mash 'an shaqiqin عن عبد الله قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. Al-mujibah maknanya sesuatu yang menjamin seseorang itu masuk syurga ataupun masuk neraka. Itulah iman dengan syirik. وحدثني أبو أيوب الغيلاني وسليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة عن أبي الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار. قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. Jadi hadis ni disilap faham oleh golongan Murji'ah yang mengatakan la yadurru ma'al imani syai'. Asalkan kita beriman jadi kita buatlah apa-apa tak mengapa. Kita sudah beriman kan? Khalas kita sudah dapat syurga. Tu buatlah apa-apa pun tak apa. Yang penting kita adalah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Tak mengapalah kita buat apa-apa pun. Mana boleh gitu. Dan telah lalu kan Nabi SAW larang sahabat menyebarkan kan. Sebab apa? Sebab takut orang bergantung pada tu saja. Dia tak buat amalan yang lain. Kita ada amalan lain lagi. Kita ada solat, kita ada puasa, kita ada haji, kita banyak lagi. Okey. Sebab tu kita takwil tadi. Dakhalal jannah maknanya apa dah? Dakhalal jannah dukhulul faizin jika tu dia tu tidak ada maksiat. Bukan dukhulul faizin kalau dia tu ahlul ma'asi. Boleh masuk neraka dulu, lepas tu barulah ni masuk neraka juga. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin al-Muthanna wa ibn Bashar qala ibn al-Muthanna حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق walaupun dia berzina walaupun dia mencuri. Nah, tapi hadis ni jangan kita sebar kepada masyarakat. Melainkan kita dah tahu dia tu duduk pada al-ya's. Al-ya'su min rahmatillah. Kalaulah dia tu duduk pada tahap al-ya'su min rahmatillah, tak ada apalah pak cik ni jahat dulu ke apa gini. Oh, pak cik apa gini. Nampaklah dia tu menyesal apa semua. Maka kita pun bagi tahu hadis ni
supaya dia tidak masuk pada daerah al-ya'su min rahmatillah. Tapi kalau kita bagi tahu kepada pemuda-pemuda sekarang, ni hadis ni, dia akan jadi apa dia? Amnul makri. Dia akan masuk daripada daerah daripada daerah tengah-tengah, dia akan masuk kepada amnul makri. Nah, dia rasa tak apa buat dosa pun, asal ada iman ni. Iman ni yang pentingnya. Nah, tak boleh. Jadi kita kena tengoklah kepada siapa kita nak bagi tahu hadis ni. Nah. Dan kita yang tahu hadis ni janganlah wa in zana wa in sarat, tak apa. Nah, janganlah gitu. وبلا قال حدثني زهير بن حرب وأحمد بن خراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثني حسين بن المعلم عن ابن بريدة. Maknanya apa dia? Maknanya golongan yang sesat pun guna hadis juga. Ni beza apa antara dengan golongan-golongan yang terdahulu Murji'ah apa semua ni? Sama je. Nah, bezanya adalah kefahaman terhadap hadis tu, sudut pandang tu. Hadis tu ada. Tapi cara kita pandang hadis, cara kita istinbat hadis berbeza. sorry. عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض قال ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته فقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق ثلاثة ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث حدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي قال ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. Apa dah? Dia potong tangan aku dari Rasulullah. Lepas tu aku nak pergi hambak dia. Lepas tu dia pun belakang pokok, dia pun kata asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna sayyidina. Boleh tak aku bunuh dia? Tak boleh. Tapi dia potong tangan aku. Tak boleh. Sebab dia tak adalah orang Islam. Besar aku nak bunuh orang Islam. Besar. Kalau kita bunuh tu, maka kamu telah jadi tempat dia sebelum dia ucap, dan dia tu telah jadi tempat kamu sebelum kamu bunuh dia. Bunuh dia. Dia tu Islam dan kamu tu jadi buat perbuatan kufur, menghalalkan darah orang Muslim. Tak boleh. Tapi dia potong tak. Dia mengucap ke tak? Mengucap, khalas. Tapi dia mengucap tak takut. Dia mengucap ke tak? Dia mengucap. Dah khalas. Adakah asyaqaqta'an qalbi? Adakah kamu potong hati dia tu, boleh tahu dia tu lari ke ataupun dia betul-betul beriman ke apa semua? Kita tak tahu. Besar tu. Maknanya situasi perang pun besar. Jadi kalaulah dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah, khalas, tak boleh. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال أسلمت لله كما قال الليث في حديثه وأما معمر ففي حديثه فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال فحدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار ثم ذكر بمثل حديث الليثي. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد وهذا حديث ابن أبي شيبة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة
من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة. قال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت أصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. وبه قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم فلاحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. قال فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. Sebab kalau kita masuk Islam, kita pun kita mengucap maka dia hapuskan dosa tu. Nah. Tak ada sebab dia tak tahu. Nah. Yang alal kunno kan? Tapi ini pengajaran bagi kita lah. Kalau dalam peperangan tak boleh. Walaupun dia walaupun dia orang tua kafir kita tahu apalah dia mengucap kan. وبلا قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث أن خالدا الأثبج ابن أخي صفوان بن محرز قال حدث عن صفوان بن محرز أنه حدث أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلمة زمن فتنة بن الزبير فقال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم فبعث رسولا إليهم فلما اجتمعوا جاء جندب أو عليه برنس أصفر فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وإنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد فلما وقع عليه السيف وقال لا إله إلا الله فقتله فجاء بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل فكيف صنع فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. Ada tu iman. Kita kata ada hadis bitaqah. Dengan sebab dia tu ada dosa segunung. Tapi dengan ada sebab ada bitaqah la ilaha illallah pada dia tu, kat kernih dia tu, bitaqah la ilaha illallah maka khuf. Habis. Rajahat bitaqah. باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. وبه قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام قال حدثنا إكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سل علينا السير فليس منا. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. وبه قال حدثنا كتيبة بن سعيد وقال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القارئ
قال وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال حدثنا ابن أبي حازم كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. وحدثني يحيى بن أيوب وكتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي لا يراه الناس من غش فليس مني. باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. Apa yang ni tidak beriman dengan qada dengan qadar. Nah, apabila berlakunya musibah maka dia pun pukul muka. Boleh? Koyak baju. Boleh? Dan doa dengan doa ataupun seruan-seruan jahiliyah. Wabila qala hadatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Abu Muawiyah wa hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala hadatsana Abu Muawiyah wa Waqi'un وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. هذا حديث يحيى. وأما ابن نمير وأبو بكر قال وشق ودعا بغير ألف. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وقال وشق ودعا. وبه قال حدثنا الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة min ahlihi fasahat imra'atun min ahli. Tempik lah bahasa Kelantan. Tempik apa dia? Meraung. Meraung bolehlah. Meraung. Falam yastati' an yarudda 'alaiha syai'a. Falamma dia pun tak mampulah sebab dia pensang Falamma afaqa qala ana bari'un mimma bari'un minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berlepas diri daripada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas sadiqati wal haliqati wasyaqqah. Sama. Apabila berlakunya sesuatu maka dia pun meraung. Apabila berlaku sesuatu maka dia pun membotakkan kepala. Apabila berlaku sesuatu maka mereka pun mengkoyakkan baju. وبه قال حدثنا عبد بن حميد وإسحاق بن منصور قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس قال سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى قال أغمي على أبي موسى وأقبل امرأته أم عبد الله تصيح برنة قال ثم أفاق قال ألم تعلمي وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. وبه قال حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن حسين عن أياض الأشعري عن امرأة أبي موسى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا داود يعني ابن أبي هند قال حدثنا عاصم عن صفوان بن محرز عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني الحسن بن علي الحلواني وقال حدثنا عبد الصمد قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن في حديث عياض الأشعري قال ليس منا ولم يقل بريء. باب بيان غلظ تحريم النميمة. وبه قال حدثني شيبان. Maknanya kenapa Imam Muslim memasukkan dalam Kitabul Iman? Seolah-olah nak kata tak sempurna iman seseorang tu sehinggalah dia meninggalkan namimah. Memanglah tak sempurna iman seseorang tu melainkan dia meninggalkan dosa-dosa. Di antara dosanya adalah namimah, mengandu domba. Tak ada benda lain kah? Batu api. Nah, okey. Dalam bahasa Melayu kita batu api kan? Jadi dia batu api.
وبه قال وحدثني شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. وبه قال حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير قال فجاء حتى جلس إلينا فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات سمله نمام. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي واللفظ له قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد فجاء رجل حتى جلس إلينا فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء فقال حذيفة إرادة أن يسمعه فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. باب بيان غلظ تحريم الإسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Tak boleh kita melebihkan pakaian tu dengan sebab kita khoyalak, kita bermegah-megah. Sebab zaman dulu pakaian tu mahal. Jadi entah apabila pakai jubah, melerek tu maknanya entah ni orang kaya nak bagi tahu ada duit lah. Sebab tu dulu tak boleh. Kan Abu Bakar kan dia melebihkan lebih daripada apa tu sampai buku lali. Rasulullah tak marah. Dia kata aku ya Rasulullah. Bukanlah kamu daripada yang tu. Man jarra thawbahu khuyala'a. Kan ada illah kan. Yang seterusnya wal manni bil atiyah, mengungkit. Kita bagi apa-apa kita mengungkit. Tak boleh. Haram. Boleh. Wal manni bil atiyah maknanya mengungkit. Tak ingat kau jo aku gini. Tak ingat kau aku gini. Tak ingat kau. Boleh. Masa dulu siapa dia? Wa tanfiqis sil'ati bil halifi. Dia jual sesuatu barang dengan sumpah. Tabak hok ni. Boleh. Ni harga baik punya ni. Asli ni. Wallahi. Padahal ni nipu. Dosa besar. Dan 3 golongan yang Allah Taala tidak bercakap dengan mereka hari kiamat. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك. Adalah dosa. Lepas tu pahala yang dulu dia bagi tu batal. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan pahala sedekah kamu tu dengan kita mengungkit. Adalah batal pahala. Lepas tu boleh dosa pula tu. عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. 3 golongan inilah. وبه قال حدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. Bui apa-apa, bagi apa-apa mesti mengungkit. والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل إزاره. وحدثنيه بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان بهذا الإسناد وقال 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم قال أبو معاوية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. Ini yang lain pula kan. Syekhun zani maknanya dia tu telah berkahwin tapi berzina juga. Malikun kadzab, seorang pemerintah yang menipu. Wa ailun mustakbir. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا حديث أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل. Maknanya apa dia? Dia ada banyak air. Dia bil falah maknanya di sahara.
dia di pada pasir, dia ada banyak air. Lepas tu Ibnu Sabil, maknanya orang musafir lalu dalam keadaan dahaga. Lepas tu dia tak bagi. Boleh. Dia takut air dia tak habis. Tak yakin juga ni dengan qada, tak yakin dengan rezeki apa semua. Maka dia pun halal daripada Ibnu Sabil. Ni Allah Ta'ala tidak akan bercakap dengan dia. Allah Ta'ala tidak akan tengok dengan tinggi laki rahmat. Allah Ta'ala tidak akan tazkiyah dia. Dan dia tu azab yang pedih. Lagi warajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa di dunia. Dia bukan. Mana? Atas kan? Warajulun baya'a rajulan bisil'atin ba'da al-'asri fahalafa lahu billahi la akhadhaha bikadha wa kadha fasaddaqahu wa huwa ala ghairi dhalika. So dia berjual beli dengan tu selepas asar. Dia bersumpah dengan Allah. Dia ambil sekian-sekian. Dia pun membenarkan. Padahal dia tipu. Khalas. Ni sama juga. Warajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa lidunya. Fa in a'tahu minha wafa wa illam yu'tihi minha lam yafi. Seorang yang mana lantik seseorang pemimpin untuk kalaulah dia dapat bahagia, dia pun taat. Kalau tidak, maka dia tidak taat. Nah. Ala kulli hal. Wa bila qala hadatsana Zuhair ibn Harb qala hadatsana Jarir wa hadatsana Sa'id ibn عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث جرير ورجل ساوم رجلا بسلعته وبلا قال حدثنا عمرو الناقل قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أراه مرفوعا قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فقطعه وباقي حديثه نحو حديث الأعمش باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. Ni khalidan mukhallada kita takwil dengan dia menghalalkan bunuh diri. Sebelum dia bunuh diri itu dia menghalalkan supaya kena dengan apa yang dipegang oleh Ahlus Sunnah. Khalidan mukhallada dua penafsiran kita. Sama ada khalidan mukhallada kita kekalkan lafaz, maka kita kata khalidan mukhallada dengan makna lama sangat duduk dalam api neraka. Khalidan mukhallada bukan kekal abadi, bukan. Tak, tapi nak bagi tahu lama. Yang keduanya adalah kita kata ni kerana dia menghalalkan. Maka dia tu kafir lah. Sama ada dua ni. Ada pun orang yang tidak menghalalkan maghlub oleh stres, depres, dia bunuh diri dia. Moga-mogalah ketika dia buat tu, moga-moga akal dia terencat supaya dia tu jadi orang majnun. Orang majnun tidak rufi' al-qalam, diangkat qalamnya. Moga-mogalah orang-orang yang mana berlaku terjun retak sutai sutai hayalah, retak apa lagi? Retak tendung. Makruf ni kalau dia Kelantan bunuh diri, moga-mogalah dia tu tak boleh nak kawal diri. Supaya masuk khalas. Orang gila ke masuk syurga, tidak ditaklifkan. Jadi khalidan mukhallada ada dua penafsiran. Sama ada dia ni mustahil yang menghalalkan, ataupun khalidan mukhallada ni dengan makna yang lama sangat. Last kali keluar juga. ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا عبثر حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارثي قال حدثنا شعبة كلهم بهذا الإسناد مثله وفي رواية شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام
الدمشقي عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بالملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. Akun nazar anak sembelih kambing ju bukan hak dia tu. وبيلا قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله. Jadi kita kalau laknat seseorang itu seolah-olah kita bunuh dia. Bunuh orang mukmin kafir, kufur. Tak boleh. Nah, jangan kita suka-suka laknat sesama Islam. ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. Siapa-siapa yang mana panggil dengan dakwah kadzibah untuk memperbanyakkan sesuatu. Ni taubat bagerai ni apa semua belilah apa gini. Nah, tak berkat. Allah Taala tidak menambahkan melainkan makin sikit harta dia. Kita rasa meniaga banyak dah jual sel apa semua. Rupa-rupanya kita sumpah palsu. Kita bagi tahu info salah apa semua. Jadi tak bertambah. Wa man halafa ala yamini sabrin fajiratin. Wa bi qala hadatsana Ishaq bin Ibrahim wa Ishaq bin Mansur wa Abdul Warith bin Abd as-Samad kulluhum an Abd as-Samad bin Abd al-Warith an Syu'bah an Ayyub an Abi Kilabah an Thabit bin ad-Dhahhak al-Ansari. وحدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. هذا حديث سفيان. وأما شعبة فحديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة. وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حنينا فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام هذا من أهل النار فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى النار. فكاد بعض المسلمين أن يرتاب فبينما هم على ذلك إذ قيل له إنه لم يمت ولكن به جراحة شديدة فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. Dia tu buat jihad apa semua gini-gini memang duk depan soft tu. Tak kelah ahli neraka ni. Kita tak tahu pengakhiran seseorang. Last kali dia bunuh diri dengan sebab tak sabar luka. Maka dia tu ahli daripada ahli neraka. Cumanya adakah khalidan mukhallada Allahu a'lam. Kalaulah dia tu nafsu muslimah, dia tu Islam, khalas dia akan masuk syurga. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري وهو حي من العربي عن أبي حازب عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه فقالوا ما أجرأ منا اليوم أحد كما أجرأ فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. Maka orang belak kenapa dia yang paling berani hari ni, dia yang paling orang panggil gerila hari ni. Maka فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا قال فخرج معه كلما وقف معه وإذا أسرع معه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. Zubab mana apa? Ni, gua tu pedai tu apa? Zubab saif. Apa dia panggil? Tak bukan. Naslu bawah tu. Zubab tu hujung pedai tu. Letak bawah gitu. Letak tu. Itu dia apa? Ni lah. Bunuh diri sendiri.
فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله وقال أما وما ذاك قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به. Sorry. Mana tadi? Ana lakum bihi fa'azam فعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحمل عليه فقتل نفسه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. بسم الله. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا الزبيري قال وهو محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيبان قال سمعت الحسن يقول إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما آذته انتزع سهما من كنانته فكنأها فلم يرق الدم حتى مات. قال ربكم قد حرمت عليه الجنة ثم مد يده إلى المسجد فقال إي والله لقد حدثني بهذا الحديث جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الحسن يقول حدثنا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد فما نسينا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج برجل في من كان قبلكم خراج فذكر نحوه. باب غلاظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. Jadi adakah dia kafir? Tak. Sama ada dia ni bukan kafir, maknanya dia orang Muslim lagi, ataupun dia tu menghalalkan ghulul, menghalalkan mengambil harta rampasan perai. Sebab harta rampasan perai kena kupur dulu, barulah dibahagikan, tapi dia sembunyikan. Jadi tak bolehlah, haram. Bila qala hadatsani Abu Tahir qala akhbarani Ibn Wahab an Malik bin Anas an Thawr bin Zaid ad-Du'ali an Salim bin Abi al-Ghaith mawla Abi Muti' an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa hadha hadithuhu qala hadatsana Abdul Aziz ya'ni ibn Muhammad an Thawr an Abi al-Ghaith an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا غنمنا المتاع والطعام والثياب ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. Jadi tu dengan sebab tu ya. Yo. Syirakun dengan sebab satu syirak. Tahu kan syirak? Gotu selipar. Tak silap syirakun min na'lih. Apa syirakun na'al maknanya gotu selipar. Kan? Tali selipar. Dia ambil. Apa syirakun na'al adalah robat di antara zahril qadam dengan dimasukkan di antara asabi'. Itu maksud syirakun na'al. Tu.
Tu kita panggil syirak, ni kita panggil asyirk. Sini kita panggil asyirk. Kena tahulah dua ni, syirak dengan asyirk ni kita tahu. Sebab apa? Ada satu hadis Nabi SAW kata, mintalah daripada Allah hatta syis'atha na'al. Mintalah daripada Allah sehingga kan gotu na'al pun kita minta daripada Allah. Nah, jadi ada dua lah. Ni nak bagi tahu apa dia? Dia ambil syirak saja. Dia ambil syirak. Berharga ke tak? Bagi kita apa sangat berharga tu. Tapi dengan sebab dia ambil tu, dia masuk neraka. Wala'iyadzubillah. Lepas tu, kalau orang curi projek juta-juta, curi projek bilion-bilion, curi projek apa besar-besar, apalah nanti. Dia ni tak apalah. Dia agak akhirat nanti dia akan bawa syirakun na'li atas belakang dia. Wa may yaghlul ya'ti bihi yaumal qiyamah kan. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Lepas tu orang gulul dia tu pada bangunan apa semua nanti bawa bangunan atas belakang. Bawa lembu atas belakang, bawa kambing atas belakang. Ikut projek yang dia buat. Babud dalil ala anna man qatala nafsahu la yakfur. Anna qatila nafsihi la yakfur. Dia tidak jadi kafir lah. Boleh. Kecuali kalau dia menghalalkan. Wabila qala hadatsana 62. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان قال أبو بكر حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك من حسن هل لك في حسن حصين ومنعة؟ قال حسن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها جراجمه فشخبت يداه حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ليديه فاغفر. Cerita apa ada seorang tu Allahumma salli alaihi mari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang tu daripada Tufail bin Amrin daripada Bani Daus di Yaman. Dan dia gilah hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak suka. Kenalah sakit di Madinah, sakit tangan dia apa gini, maka dia kerak potong tangan dia. Tak tahan sangat sakit tu. Gatal ke apa semua ke, dia tak tahan, maka dia pun potong tangan dia. Maka dengan sebab darah tu mati. Apabila mati, maka Tufail bin Amrin mimpi bahawa dia nampak seorang lelaki tu dalam syurga. Dalam syurga comel apa semua kecuali dia tutup tangan dia. Kata kenapa tutup tangan? Dia pun buka. Yang kata sebab aku mati aku potong tangan dia sendiri. Jadi Allah Taala tidak memulihkan tangan aku. Gitulah. Dalam syurga tangan tak dalam keadaan tak ada tangan. Nah, maka Tufail bin Amr cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun doa. Tangan dia pun apalah. Ini menunjukkan bahawa orang bunuh diri boleh masuk syurga. Boleh masuk syurga. Nah, boleh masuk syurga dengan syarat dia tidak menghalalkan. Okey, tapi jangan sebab. Jangan sebab pada zaman yang mana zaman ni ngaruh sikit-sikit bunuh diri kan. باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان. وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وأبو علقمة الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه قال أبو علقمة مثقال حبة قال عبد العزيز مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. وبه قال حدثني يحيى بن أيوب وكتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل مظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Dah jua agama lah ni. Ala kulli hal.
باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حمد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية جلس ثابت بن قيس في بيته وقال أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت أشتكى قال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثابت أنزلت هذه الآية وقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة. Dia ni orang suara jaring, suara latih. Nah, nya ada dah suara-suara dalam bas kita ni suara apa? Suara kuat. Nah, jadi apabila tu ni tak ada apalah aku naik alin neraka. Jadi orang mukmin ni dia tidak aman daripada makr. Nah, maknanya dia tu ada khauf. Nah, raja ada juga tapi dia tu khauf. Apabila khauf dia tu melebih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bagi raja biasa imbang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bal huwa min ahlil jannah. Nah, nak menyeimbangkan balik. وبه قال حدثنا قطن بن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار فلما نزلت هذه الآية بنحو حديث حماد وليس في حديثه ذكر بن سعد بن معاذ. وحدثني أحمد بن سعيد بن الصخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولم يذكر سعد بن معاذ في الحديث. وحدثنا هريم بن عبد الأعلى الأسدي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية واقتص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ وزاد فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية. Maknanya kalau seseorang itu beriman, adakah dulu amalan-amalan jahiliyah itu dia ambil kira? Kalau dosa, adakah dia ambil kira? Kalau pahala, adakah diberi pahala? وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أن آخذ بما عملنا في الجاهلية قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها وأما من أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. Kalau lah dia tu teruk, maka dia ambil dua-dua. Jahiliyah, Islam kau dia ambil dua-dua. Tapi kalau tak dia khalas dimaafkan pada yang dulu. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قلنا يا رسول الله أن آخذ بما عملنا في الجاهلية قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وبه قال حدثنا من جابر بن الحارث التميمي قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج. Maknanya apa, dia menghancurkan dosa-dosa yang telah lalu. Islam mengucap, lepas tu syahadatain maknanya kafir masuk Islam, yang keduanya hijrah, yang ketiganya melakukan haji. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال وأبو معن الرقاشي وإسحاق بن منصور كلهم عن أبي عاصم واللفظ لابن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا قال فأقبل بوجهه قال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إني قد كنت على أطباق 3 لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلا أبايعك فبسط يمينه فقال فقبضت يدي قال ما لك يا عمرو
قال قلت أردت أن أشترط قال تشترط بماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه. Jadi ni bila ni Amr bin al-As dia hijrah sebelum Fathu Mekah. Dia jumpa di tengah jalan ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa tengah jalan, "Ya Amr, kenapa kau tak beriman lagi?" Maka dia pun kata, "Ya Rasulullah, Allah tanganmu, aku nak bayar, tapi aku nak ada syarat. Syaratnya mu ampunkan aku." Dia kata, maka Nabi berkata, "Ya Amr, ama alimta anna al-Islam tahdimu ma kana qablahu wa anna al-hijrah." Dia hijrah dah kan? Daripada Mekah ke Madinah kan? Tengah jalan jumpa. Maka dia sama juga. "Wa ma kuntu utiku an amla'a 'ainaya minhu ijlalan lahu." Kalau aku tengok dia, aku tak mampu nak tengok direct. Tak boleh. Haibah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tunduk juga. "Walau su'iltu an asifahu ma ataqtu li anni lam akun amla'u 'ainaya minhu." Kalau disuruh menyifatkan Rasulullah macam mana, aku tak mampu nak mensifatkan sebab aku tak pernah tengok Rasulullah secara direct. "Walau muttu ala tilkal hali larjautu an akuna min ahli al-jannati walau thumma walina asya'a ma adri ma hali fiha." Kemudian berlakulah sesuatu perkara yang mana aku tak tahu kenapa aku ni. Sebab berlaku kan di antara fitnah Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali, dia duduk camp Sayyidina Muawiyah. Aku tak tahulah apa. "Fa idza ana muttu fala tashabni naihatun." Kalau aku mati, janganlah buat naihah, janganlah teriak, janganlah terpekik. "Wala narun fa idza dafantumuni fashunnu alayya at-turaba shanna thumma aqimu hawla qabri qadra ma tunharu jazurun." Kemudian berdirilah di kubur aku dengan qadar tunharu jazur, maknanya dilapah apa orang panggil jazur unta. Wa yuqsamu lahmuha, dibagi hatta asta'nisa bikum, aku istiqnas dengan kamu. Wa anzura madza uraji'u bihi rusula rabbi. Yang ni adalah dalil kepada talqin. Boleh duduk sini, duduk situ. Lepas tu okey, buat saja. Apa ni? Daripada kita buat kosong, baiklah kita baca Quran, tahlil. Dengan qadar apa dia? Qadar sembelih unta dah dibahagikan daging dia. Berapa? Sejam? Kalau kita lah, kalau orang Arab mungkin setengah jam. Jadi setengah jam tu waktu yang kita talqin, waktu yang kita Allahumma salli ala Muhammad, kita kita tahlil semua, baca Quran. Bendanya ada je. Cumanya mungkin sahabat kita tak sampai. Khalas, tak apalah. Dia buatlah apa yang dia buat selain daripada talqin dan lain-lain. Wabila qala hadatsani Muhammad bin dia tak dengar. Bukankah tapak kaki orang yang mana kembali daripada kubur tu pun orang mati bawah tu dengar? Takkanlah suara kita ni baca tahlil, baca Quran ni tak dengar. Dia dengar tapak kaki. Gitu. Dia tak dengar ni zikir. Selek. وبلا قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون وإبراهيم بن دينار واللفظ لإبراهيم قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني على ابن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو لحسن ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله صلى الله على سيدنا محمد.